السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة الجيدة. فيديو جديد دائما واقتراح جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم هاد الخبيزات اللي كيكونوا رائعين. نتمنى تتبعوا الفيديو وتشوفوا النصائح كيفاش يوجد معكم هاد الخبيزات اللي كيجيو رطبين بالدقيق الكامل والدقيق الابيض. بطبيعة الحال ما كناخدوش فيه شي مجهود اللي هو كتير في الدليك ديالو، وطيبوه بحال هكا غير في الفران ديال الغاز ويجيكم رائع. نخليكم دائما تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. الى عجبكم الفيديو ما نساوناش من داك اللايك ديالكم وتعاليق الزوينه ديالكم. بسم الله على بركة الله. بالنسبه للمكونات هنا عندي الخميره معلقه، واحد المعلقه ديال العسل المملوء اولا ديروا معلقه السكر، وعندي مليحه. هادشي اللي غنحتاج، والماء دافي. بالنسبه للكميه ديال الدقيق غندير قد القياس ديال الدقيق الكامل والدقيق الابيض، يعني جوج ديال الزلايف ديال الدقيق بالنخاله ديالو وزليفات هكا ديال الدقيق الابيض. الطريقه دائما انا دائما كنخدم بهذه الطريقه يا البنات. الطريقه دائما انا اللي عودتكم معايا في القناه. هانتوما الدقيق الابيض غنخليه هو الاخر، يعني غندير الماء اللي كيكون دافي، الكميه ديال الماء اللي غتجمع لي بطبيعه الحال هاد العجينه. المهم هانتوما غتشوفوا معايا غندير داك معلقه ديال الخميره، حيت دابا الجو بدا كيسخن، يعني ما تكثروش الخميره بزاف. هنا كما قلت لكم ديروا معلقه ديال العسل ولا معلقه السكر. هاد المعلقه البنات ديال العسل ولا ديال السكر في نفس الوقت كتعطينا كتحمر معنا الخبز بسرعه وكتجي رطبه وما كتجيش الخبز قاصحه ومعكم، كتاخذ لكم مده كثيره في الفران. يعني ضروري من الكميه ديال السكر ولا العسل ديروها في الخبز، هذا راه مهم من الخبز، حيت الا ما درتوش السكر ولا الاخر كيتاخذ لكم وقت كثير في الفران وكيبس معكم الخبز. داك الخبز كيخلي الخبز يبقى رطب معكم. هانتوما درت الكميه ديال الماء كما دائما خدمت معكم ديال الفينو، خدمت معكم الدقيق الكامل وكنخلطها هكا عادي، يعني كنحاول نخلط هذيك العجينه. من بعد عاد كنضيق الدقيق الابيض. هانتوما كما شفتوا دابا غنضيف الكميه ديال الدقيق الابيض. الا خصني الماء غنزيد الماء، يعني الكميه ديال الماء دائما كتبقى على حسب الكميه ديال الدقيق اللي درتو. هانتوما كميه ديال الدقيق يعني جوج زلافات ديال الدقيق الابيض، وكنبدا كنجمع بطبيعه الحال هاد العجينه ديالي. راه ما كتاخذليش وقت كثير بزاف في الدليك. انا غنوريكم كيفاش الطريقه كيفاش غديروا ليها باش تجيكم رطبه الخبز ديالكم ويجي هكا مفشفش معكم، ما يجيش قاصح بزاف. كنعرفوا على الدقيق الكامل يعني كيجي ثقيل، بالعكس راه كيجي خفيف بحال ما درتوش فيه الدقيق الكامل. دابا من بعد ما درت الدقيق البيض غنحاول نجمع هاد العجينه. كما قلت لكم الا خصكم الماء زيدوا الماء، يعني نتوما كتعجنوا العجينه ديالكم وانتوما كتزيدوا الماء. يعني ما عطيتكمش العبار بالضبط في الاول حيت ما عبرش معكم الماء، حيت ما كنتش غنشارك معكم الفيديو في اخر لحظه. عاد شاركت معكم الفيديو حيت كنت غندير خبيزات نيت للدار وقلت علاش لا نبارطاجيه معكم. دابا كما شفتوا العجينه خصها ما تكونش جاريه عاوتاني وما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون متماسكه. كما شفتوا كنحاول نجمع، كنقطع هذاك الدقيق وكنرشها بشويه ديال الماء. هذه هي الطريقه دائما باش كنعجن انا الخبز. يعني واخا ما تكونش عندكم العجانه غينجح معكم الخبز وغيجي رطب معكم ومفشفش. غنزيد شويه ديال الماء كما شفتوا معايا، وغنزيد هنا غنزيد المرحله هذه غنزيد داك المليحه. هاد الملحه باش كتطلق ليا داك العجينه كتطلق داك الخيوط ديالها. يعني ما ديروش الملحه من الاول، حاولوا تضيفوها في هذه المرحله هذه. كنرش لها شويه الماء وكنحاول ندخل داك الملحه، ومن بعد غنخليها واحد المده د واحد 10 دقائق هكا غير كترتاح، وعاد نرجع ليها. ولا ما تكملوش كاع 10 دقائق، 5 دقائق 6 دقائق كاع كترتاح وكترجعوا ليها دغيا كتكون طلقات العجينه وارتاحت باش ما كتحتاجوش فيها شي مجهود اللي هو كتير في الدليك ديالها. كيما شفتوا غير كنقطع داك الدقيق نتوما غير بيد وحده راه كنجمعها، يعني ما تحتاجوش كاع جوج يدين. وكما كنعرفوا دائما على العجينه نبقاو ندلكو هاد الطريقه راه كتسهل عليكم انكم تعجنوا. كما قلت لكم غنرشها بشويه الماء وندير عليها واحد البلاستيكه نخليها هكا ترتاح. مهم ما بين 5 دقائق 6 دقائق حتى 10 دقائق تقدروا تخليوها غير درتاح. نرجع ليها وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش غيرجع. من بعد ما نرجع معكم هانتوما درت ليها كميه ديال الماء لان العجينه ديال هنا
ديال الدقيق الكامل. خصها تكون شويه العجينه مطلوقه، ما تكونش قاصحه بزاف. من بعد ما غطيتها بلاستيكه خليتها هكا ارتاحت. دابا هانتوما راه العجينه ارتاحت وفي نفس الوقت لقات داك الخيط. غير كنبدا كنجمعها من هنا نجمعها من هنا، راه دغيا كتسدلك معايا. صافي غنحاول نجمعها. خاصني قلت لكم الماء دائما كنزيد لها الكميه ديال الماء بالتدريج، يعني ما نكثروش الماء بزاف لان العجينه خاصها تكون ما تكونش جاريه وفي نفس الوقت عاوتاني ما تكونش قاصحه. صافي غندخل لها غير هاد شويه ديال الماء. العجينه ديالي راه تقريبا مدلوكه، يعني دابا ما نحتاجش مازال نزيد لها كميه يعني ما نزيدش ندلكها مازال. وغنغطيها ان شاء الله نخليها حتى تختمر ونرجع معكم باش نقرصوها باذن الله. من بعد ما دازت واحد المده هكا خليتها اختمرت، عندي شويه ديال الماء، ما كنحتاج لا زيت البنات لا حتى شي حاجه. هانتوما هي كتختمر وهي كتطلق مع فيها الدقيق البيض، يعني كتطلق هذاك الخيط ديالها. دابا ان شاء الله غنحاول ندير شويه ديال الدقيق باش نقرصها. الدقيق الكامل يعني بالنخاله ديالو، تقدروا تغربلوه ديروا غير النخاله. هنا غندير انا 4 ديال الخبيزات اللي كيكونوا الحجم ديالهم هكا مقادد. بالنسبه للطياب البنات، انا اليوم عطيتكم حتى الاسرار ديال الفران ديال ما طيبش معكم نهائيا في الفران ديال الضو، طيبت غير في الفران ديال الغاز، والنتيجه راه تقريبا هي كما طيبته بحال ديال الضو بحال ديال الغاز. صافي غنحاول نقادهم 4 الخبيزات اللي كيكونوا مقادين. انا غير درت خبيزات اليوم وبارطاجيتهم معكم. الا عجبكم بطبيعه الحال الفيديو انتم استافدوا منه. صافي غنخليهم يرتاحوا شي شويه عاد ندوز باش نقرصهم. ضروري في هذه المرحله ملي كنقرصهم كنخليهم يرتاحوا. صافي غنبدا كنقرص في الخبيزات ديالي. هانتوما راه كتشوفوا العجينه ما كتكونش قاصحه يا البنات، كتكون مطلوقه العجينه شويه خفيفه باش يجيكم الخبز ديالكم ما يجيش هكا ثقيل ومدقص معكم. صافي كنقرصهم كاملين بربعه، عاد كنحطهم هكا فوق واحد المنديل باش نحطهم هكا فوق البوطاجي، يعني ضروري نخوي البوطاجي هو الاول. صافي غنكمل الكميه كلها، نحيد هذا الكم الفائض ديال الدقيق وصافي ونقرص الخبيزات ديالي نخليهم ان شاء الله حتى يختمروا ويضاعف الحجم ديالهم، ونرجع ان شاء الله معكم عاد باش نطيب الخبز ديالنا. دابا من بعد ما اختمر قرصت الخبيزات كنحاول نقادهم كما شفتوا السمك ديالهم راه فيهم الدقيق البيض، يعني مازال كيختمروا، كنرققهم شي شويه. صافي كنستمر هكا كنقاد الكميه كلها ديال الخبيزات نغطيهم ان شاء الله نخليهم حتى يختمروا ويضاعف الحجم ديالهم، عاد نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما كيختمروا الخبيزات ديالنا شعلت الفران. بالنسبه للفران ديال الغاز البنات عندي كيشعل من الفوق ومن التحت، يعني بحال يعني بحال ديال الضو. انا كنشعلو من الفوق ومن التحت وكنرمي الخبيزه ديالي. درت الاولى في الفران وغندير الثانيه حيت كيهز ليا 2 خبزات حتى كيطيبوا هاد الجوجه. عاوتاني كنحيدهم وندير خبيزات تقدروا تقبوا هكا بيديكم كما تقدروا تقبوا بالفرشيطه. صافي العجينه كما قلت لكم راه ما كتكونش ثقيله بزاف. من بعد ما طيبت الكميه كلها ديال الخبيزات ها الشكل النهائي نقدم لكم دائما بالصحه والراحه. كما كتشوفوا راه كيجي هانتوما راه كنجمعها كترجع تطلق، يعني ما مدقصه البنات الخبز ما حتى شي حاجه ومفشفش وكيجي غزال ويستاهل انكم تجربوا بلا مجهود زعما بلا دلك اللي هو كتير. الا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من داك لي لايك والتعاليق الزوينه ديالكم. خليت لكم الراحه والتوفيق وشكرا اللي كينضموا للقناه واللي كيخليو تعاليق زوينه. مرحبا بكم دائما والف مرحبا. بسلام عليكم.